الخير، حياكم الله معاي بفلوج جديد ان شاء الله، تحديدا من تي 5 مطار الجزيره بالكويت. متجهين الى جده باذن الله عشان احضر مباريات سوبر الاسباني اللي راح تكون بجده السعوديه. طبعا اليوم هو نفس يوم المباراه تاريخ 7 يناير، راح اوصل الظهر وبالليل على المباراه على طول. اتمنى تستمتعون معي بالفلوج، لا تنسون تعطون لايك والاشتراك. حياكم الله. خلصنا شغلنا، سوينا التشيك ان. انا معي اخوي بس ما راح يطلع بالفلوج الحين، بس ناكل على السريع وان شاء الله راح نلحق على الطياره. انا حد كالعاده، خليكم معنا. وصلنا مطار جده والحين ان شاء الله متجهين الى الفندق. واصلين الفندق. طبعا هذا فندقنا. الحمد لله تونا داخلين الفندق، قاعد نسوي تشيك ان. ممكن نحصل غرفه الحين، ممكن لازم ننطر شوي. اول ما نصعد الغرفه ان شاء الله راح اسوي لكم تور بسيط، بس قبلها اذا ما حصلناها الحين ممكن نروح مجمع قريب من الفندق نتغدى وبعدين نرجع مره ثانيه الفندق. طلعنا من الفندق لان الغرفه الحين مو جاهزه، فبنروح نتغدى. طبعا انا بدلت نص شم، الجو هنا يبي له نص شم، يعني ما يحتاج جاكيت. بالكويت كان الجو تقريبا 8، هني 21 وشمس وناسي نظارتي الشمسيه. فاذا لقيت واحده سعرها زين يمكن اخذ. يعني رايحين نتغدى وان شاء الله نرجع تكون الغرفه خالصه ونسوي لكم التور. شكل المجمع بس خلينا نحاسب وتالي نوريكم المجمع على السريع. شكل المول من الداخل ان شاء الله شرح، في العاب، في مطاعم مرينا صوبهم توه بس في ناس قاعده. يمكن الحين دوامات ففاضي، بس ان شاء الله شرح. سرجت عليه قبل لا ايه. اغلب المحلات هنا مجوهرات، بس هم في ترفيه نفس ما وريتكم، في مطاعم. احنا راح يكون تركيزنا على المطاعم وعلى الترفيه. خلينا نقعد مكان، احنا قاعد ندور مطعم، خلينا نقعد ونتكلم وياكم شويه عن البطوله وعن برشلونه اللي هو هدف الفيديو هذا. بس خلينا نلقى مكان نقعد فيه ان شاء الله نسولف. من المجمع خطرنا الشارع في مهمه، هذا خلينا اوريكم. مجمع عبرنا الشارع الرئيسي، الحين نتغدى في الطازج. عقبها راح نرجع الفندق ان شاء الله، تالي راح نروح نريح بالغرفه، وعقبها على الملعب. يعطيكم العافيه، اخيرا قعدنا دخلنا الطازج وطلبنا، ناطرين لك الحين. فانا باخذ الفرصه هذه عشان اكلمكم عن برشلونه وعن البطوله بشكل عام. طبعا انا ما تكلمت بالموضوع من قبل، بس انا اشجع برشلونه من 2007 من انا صغير. وصراحه ان برشلونه يجي كل سنه في السوبر الاسباني للسعوديه في جده، هذه فرصه لنا كمشجعين حق النادي ان نحضر البطوله. والسعوديه ما شاء الله مسوي مجهود جبار في التنظيم على السنين اللي طافت، وان شاء الله السنه هذه والسنين القادمه باذن الله. البطوله مكونه من 3 مباريات، نصف نهائي نصف نهائي نهائي. نصف النهائي الاول برشلونه اتلتيكو بلباو، نصف النهائي الثاني ريال مدريد اتلتيكو مدريد. الفوز من المباراتين راح يوصل حق النهائي. طبعا انا اشجع برشلونه، فبرشلونه اذا ما فاز اليوم ما راح يوصل نهائي، وهذا الشيء اللي انا ما اتمناه لاني حاجز حق كل المباريات الثلاثه، نصف النهائي الاول والثاني اللي هو باكر والنهائي. حاجز تكت طيران بعد اسبوع بعد البطوله، وحاجز الفندق لمده اسبوع. فاذا ما فازوا مشكله راح تصير حقي، بس ان شاء الله نتاهل ونوصل نهائي وناخذ البطوله باذن الله. وصلنا الغرفه، غرفه 205. طبعا فندقنا اللي تكرمون الحمام على السريع، وسيع، اموره طيبه. يعني غرفه يعني مرتبه، اهم شيء نظافه. هذه هي مسافه كبيره بين الفراشين. وهذا التلفزيون، القاعدة بسيطة. الإطلالة ما أدري عن شنو أو شنو طلع عليه، بس مو رافع توقعاتي. مكتب صغير، بس لو في كرسي كان أفضل. مكان الجنطة هني، منظرة ومراية طويلة ممتازة. الحين وصلنا غرفة، راح نريح شوي
ساعتين ونص 3 ساعات قبل المباراة. طبعا المباراة اللي هي اليوم نفس يوم وصولنا، فاحنا تونا داخلين غرفة. ساعتين ونص نوم لأن صراحة ما نمنا عدل، طيارتنا كانت مبكرة وايد. وعقبها راح نروح إن شاء الله الملعب ونحضر أول مباراة اللي هي بين برشلونة وأتلتيكو بالباو. شغلة ودي أقولها، هذه أول مرة أنا أمشي بجدة. عادة أي جدة صح، ولكن على طول أروح إلى مكة المكرمة. أول مرة أتمشى في جدة، فإن شاء الله راح نستغل هالسفرة بعد إن نتسيح ونتمشى بجدة ونشوف الأماكن كثر ما نقدر. نرجع لكم عقب ما نريح إن شاء الله. يا جماعة تونا خلصنا من قيلولة، قعدنا جهزنا، شعار النادي موجود، جاهزين، والحين إن شاء الله نتوجه حق الملعب. خلنا أوريكم بس اللوك كامل. هذا تيشيرت على النادي، اكو شغل عفيسه طبعا مال السيزون اللي فات، بس يؤدي الغرض. الى الملعب توبي وطلبنا كريم، بس مطول شكله ما حد بيقبل، كله زحمه هناك، ناطرين بس السياره. وصلنا باص اللاعبين، ما ادري عاد برشلونه ولا لا. واصلين الملعب، داخلين البوابه الحين. والله توقعت ازحم من كذي، شكل الناس دخلت ولا بعدها ما وصلت. الساعه 9، المباراه الساعه 10 الحين. والله تنظيم ممتاز، تنظيم ممتاز، بوابات واضحه. الشارع كان زحمه بالبدايه بس كل شيء مرتب الى الجيت. اوريكم التنظيم سلس ما شاء الله، كل شيء مرتب. هذا قبل ساعه بس. تونا قعدنا بالكرسي، لقينا مكاننا، دخلنا الملعب. اجواء ممتازه، بس الحين في كراسي فاضيه، الجمهور كله الحين مايل. باقي تقريبا 40 دقيقه على المباراه. اللي نازلين الحين الحراس قاعد يتمرنون، بعد شوي المفروض اللاعبين الباقي ينزلون. اصور لكم الاجواء. انت تشتري اكل، هذا المايسترو هانس فليك. حماسي، ما قدرنا نتكلم عن المدرج من الاغاني والجمهور، بس نزلوا اللاعبين حمى والحين دخلوا مره ثانيه، راح ينزلون بعد شوي. اول مره بحياتي اشوف تجمع جماهير برشلونه بهذا العدد، شيء يونس. الحين راجع المدرج مره ثانيه.
شنو عنده يخسر اكثر من شيء؟ الثاني تونا طالعين من الملعب فايزين 5-0 على اتلتيك بلباو، وصلنا النهائي. الحين ناطرين يا مدريد يا اتلتيك مدريد، ما عندنا مشكله باي احد، خليه بس. انا طبعا راح اغطي مباراه باكر حتى نصف النهائي الثاني، خليكم معاي. نرجع الفندق راح نسولف عن المباراه ان شاء الله اكثر، وننتقل لثاني يوم بعدها. صباح الخير. انا كان المفروض اصور امس بالليل بس صراحه نمنا خوش نومه. تونا قاعدين يعني نازلين اللوبي بالفندق. خلينا نطلع واقول لكم ايش صار. تونا طلعنا من الفندق. اللي صار امس ان طلعنا من الملعب واجهنا شويه صعوبه على ما نحصل سياره توصلنا
تقريبا خذ الموضوع ساعة ونص على ما حصلنا سيارة بسبب الازدحام. حتى كريم وأوبر ما كانوا شغالين مضبوط، ولكن الحمد لله بالنهاية وصلنا الفندق. بس كنا تعابة فنمنا على طول. صحني شوي متأخر اليوم، فاليوم رايحين نتغدى. الهدف من اليوم ان نتغدى، راجعين على نفس المول اللي كنا فيه أمس، اسمه حراء مو حراي، بنتغدى فيه. تالي بنمر على الجمعية ناخذ لنا كم شغله، وعقبها ان شاء الله راح نجهز حق مباراه اليوم اللي هي راح تكون بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. انا برشلوني صح، لكن ما في مانع اني استمتع في كره القدم. ان شاء الله راح احضر المباراه، راح اوثقها نفس ما وثقت امس. يمكن مو من نفس حماس امس يعني، بس راح اوثقها. وهذا راح يكون الفلوج الاول. عقبها راح انزل فلوج مخصوص حق النهائي، فعقب ما تخلصون الفيديو شوفوا الفيديو الثاني ان شاء الله راح يكون نازل او بعدها بكم يوم يعني. هذه نظاره، بما اني ناسي نظارتي بالكويت، سعرها زين ب 32 ريال، نقزر فيها كم يوم. كنا نتغدى بالمطعم هذا، سألت قال مالك سعودي اسمه جافانا او حافانا ما ادري. هذه القعده اللي امس قلت لكم عنها ما قدرت اصورها. طلبنا راجعين حق الفندق المجمع. الفندق هذا هو الاصفر، واو هوتيل. هنا حق الدكان اللي هو اتوقع جمعيه صغيره او بقاله اكبر مبين. بناخذ كم شغله. الجمعيه اللي كنا فيها بالمجمع صراحه ما فيها كل شيء، فبناخذ من هنا ان شاء الله. اوكي، من نفس مكان امس قاعدين باللوبي وننطر كريم عشان نحضر المباراة الثانية اللي هي بين مدريد واتلتيكو مدريد. طبعا ها نفس ما انتم شايفين ملابس برشلونة، تيشيرت عادي اسود عشان ما حد يزعل. وها ليش تحضر؟ ما يصير انت مشجع برشلونة عادي، مباراة حلوة بين فريقين اقوياء، نستمتع. مباراة كرة قدم محايدين، سواء كلاسيكو ولا اتلتيكو، مباراتين اقوياء، فبنحضر ونشوف ونستمتع. الحين ناطرين كريم على ما يوصل ورايحين الملعب ان شاء الله. ثاني مباراة مدريد وصلنا. دخلنا الملعب، مكان متروس مدريديستا. ان شاء الله بس نلقى مكاننا ونصور لكم ان شاء الله من داخل. نفس ملعب امس تقريبا نفس المكان، بس شويه ارفع. كان وايد فولي بوكت، محجوز بزياده، فما بدانا نحجز نفس المكان، فشويه فوق. بس ان شاء الله هم الرؤيه راح تكون ممتازه. حاسب نفس اجواء امس، بس طبعا اجواء مدريد الناس كلها لابسه ابيض، لا وياهم لابسه اسود.
más goles en esta Supercopa de España, semifinales. راح انهي الفلوج الاول من هذه البطوله. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معاي بالتغطيه هذه. قولوا لي عندكم اي ملاحظات، اي تغييرات تبون نسويها. لا تنسون تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، وان شاء الله نقدم لكم الافضل. ومع السلامه.